ازاي نحسن ذاكرتنا من خلال ديزاين البيت؟ لما نقعد قدام بحر كده او منطقة فيها شلالات، ده اكيد بيحسن من نفسيتنا جدا. والحقيقة ان ده ليه اكتر من سبب، منهم صوت وشكل المية. صوت المية ليه فايدة كبيرة، وهو انه بيحسن من الذاكرة. ده لانه بيبعد عننا تشتت الافكار وبيخلي ذهننا صافي، الحاجة اللي بتخلينا نعمل استرجاع للذكريات بسهولة. وسهل جدا إننا نعمل ده عندنا في البيت وبأكتر من طريقة، سواء كان عن طريق الشلالات اللي ليها أكتر من حجم وشكل عشان تناسب أي ستايل للبيت، أو عن طريق النوافير اللي ممكن تبقى نافورة صغيرة أحطها جنبي على الكافي تيبل عشان تديني الهدوء والاسترخاء بتاع صوت وشكل المية. وفي الديزاين ده، الكالر باليت بتاعتي أغلبها ألوان محايدة. ومن الحاجات الجميلة اللي لازم نعملها هو إننا نختار عنصر أو لون يضيف شخصية للبيت، بالذات لو من الطبيعة عشان نزود التصميم الحيوي أكيد عندنا في البيت. فاستغليت مساحة اللوب بعنصر من الطبيعة، واخترت المية عشان تديني الراحة البصرية وكمان السمعية. واخترت إني هعمل الديزاين في الجزء ده من الحيطة عشان أعمل فريم كبير أقدر أحاكي فيه شكل الشلال. وعملت خلفية أبستراكت شوية من الإيبوكسي بشكل ولون البحر، ويبقى قدامها حوض للنافورة أقدر أحط فيه حجر ونباتات طبيعية to maximize the vibe، عشان حتى لو حبيت أقفل النافورة في أي وقت يبقى الإحساس اللي عايز أوصله من الديزاين يفضل موجود. اختاروا دايما حاجات من الطبيعة بتحبوها واعملوا لها هايلايت في ديزاين البيت بتاعكم، وصدقوني هتفرق معاكم جدا. ابعتولي مسج لو حابين أساعدكم بأفكار أكتر عن التصميم الحيوي، واستنوا الحلقات الجاية من البرنامج.